تفتكر إنك بتتحكم في نفسك؟ الحقيقة لأ، في عادات سلبية صغيرة مسيطرة عليك دلوقتي، يمكن من غير ما تاخد بالك. والأغرب إن العادات دي هي السبب إنك واقف مكانك ومش عارف تتغير. عمرك سألت نفسك ليه ساعات بتحس إنك عايز تتغير لكن تاني يوم تلاقي نفسك رجعت تاني لنفس الروتين؟ ليه بتحط خطة تذاكر أو تبدأ مشروع أو حتى تنزل جيم وبعد أسبوع أو اتنين كل حاجة بتفشل؟ السر مش في إنك ضعيف ولا إنك مش عارف تنظم وقتك. السر إن في عادات سلبية مستخبية جوه يومك بتتحكم فيك من غير ما تحس. العادة دي ممكن تكون صغيرة جدا، زي إنك تفتح موبايلك أول ما تصحى من النوم. تقول دي حاجة بسيطة، بس تخيل إنها بتخلي دماغك من أول دقيقة يتبرمج إنه مشغول ومتوتر. أو عادة إنك تأجل أي حاجة مهمة وتقول بعدين. الموضوع يبان عادي، لكن تراكم العادة دي هو السبب إنك مش عارف توصل للي نفسك فيه. الغريب إن معظم العادات السلبية مش بنكون واعيين بيها أصلاً. أنت فاكر نفسك بتاخد قراراتك، لكن في الحقيقة عقلك الباطن هو اللي بيضغط زرار التصرف من غير ما ياخد إذنك. في الفيديو ده مش هقولك إزاي تبطل عادة معينة، لكن هديك المفتاح الأول: إزاي تكتشف العادات السلبية اللي بتسحبك لتحت، لأنك من غير ما تكشفها عمرك ما هتعرف تغيرها. فركز معايا، لأن اللي هتسمعه ممكن يكون أول خطوة حقيقية في تغيير حياتك كلها. قبل ما نتكلم إزاي نكتشف العادات السلبية، لازم نفهم الأول يعني إيه عادة أصلاً؟ العادة ببساطة هي سلوك متكرر بتعمله من غير ما تفكر. يعني إيه؟ يعني دماغك بيتعود على تصرف معين لدرجة إنه بيبقى أوتوماتيك من غير ما يطلب منك إذن أو قرار. مثال بسيط: أنت بتغسل سنانك إزاي؟ عمرك وقفت تفكر كل مرة هفتح المعجون الأول ولا قبل الفرشة؟ طبعاً لأ، إيدك بتعمل ده لوحدها. دي اسمها عادة. طيب العادات دي وحشة على طول؟ لا طبعا. في عادات إيجابية زي الرياضة، قراءة، شرب مياه، أو حتى إنك ترتب سريرك الصبح. دي بتفيدك وبتبنيك. لكن الخطر بيجي من العادات السلبية اللي بتكون زي قيد صغير بيربطك وانت مش واخد بالك. تخيل مثلا كل مرة تحس بملل تفتح الموبايل وتضيع ساعة في السوشيال ميديا. كل مرة تحس بضغط تهرب وتقول بكرة أعملها. كل مرة تفشل في حاجة صغيرة تقول لنفسك أنا مش نافع وتسيب الموضوع. الغريب إن عقلك بيعتبر العادة دي طبيعية لأنه اتعود عليها حتى لو هي بتأذيك. العلماء بيقولوا إن أكتر من 40% من أفعالنا اليومية عادات متكررة مش قرارات واعية. يعني تقريباً نص حياتك عبارة عن أوتوماتيك بيلعب لوحده. وساعتها السؤال المهم: لو نص حياتك متبرمج على عادات سلبية، إزاي هتعرف تتغير أو تتقدم؟ عشان كده أول خطوة لازم تفهم: العادة مش مجرد تصرف، العادة بتصنع شخصيتك، وشخصيتك هي اللي بتحدد مصيرك. يعني حياتك كلها في الآخر مشاية ورا العادات اللي بتعملها من غير ما تحس. وهنا يجي السؤال اللي هيقلب تفكيرك: إيه العادات اللي مستخبية جوه يومك واللي يمكن تكون السبب إنك مش راضي عن نفسك لحد دلوقتي؟ إزاي تعرف العادة السلبية؟ ابص لنفسك في لحظات التوتر أو الملل. إيه أول رد فعل بتعمله؟ أمثلة: بتاكل من غير جوع، بتتخانق مع اللي حواليك، بتأجل الحاجة المهمة. التمرين: كل مرة تحس بموقف سلبي امسك ورقة واكتب أنا عملت إيه أول ما حسيت بكده. بعد أسبوع هتلاقي أنماط متكررة، ودي العادات السلبية اللي مستخبية. في طريقة بسيطة جدا تكشف بيها أي عادة سلبية في حياتك، وهي إنك تستخدم مقياس الطاقة. إزاي؟ أي عادة بتعملها يا إما تزود طاقتك وتخليك مبسوط ومتحمس، تسحب طاقتك وتسيبك مكسل ومتوتر. تعال ناخد أمثلة واقعية. جربت قبل كده تقعد تتفرج على فيديوهات عشوائية ساعتين متواصلين؟ بعدها حسيت بإيه؟ غالباً دماغك تقيلة ومش قادر تركز ومودك واقع. دي علامة واضحة إن دي عادة سلبية لأنها بتسحب طاقتك. في المقابل لما تخلص مشوار مهم أو تذاكر حاجة وتفهمها أو حتى تلعب رياضة نص ساعة، بتحس بطاقة إيجابية، دماغك صافية ونفسك تقول أنا قادر أعمل أكتر. هنا دي عادة إيجابية لأنها بترجع لك طاقة. الفكرة إن جسمك وعقلك بيبقوا زي جهاز إنذار، بس إحنا مش بنسمع صوته. لو ركزت في إحساسك بعد أي تصرف هتعرف هو عادة سلبية ولا إيجابية. خليني أحكي لك قصة صغيرة. في شاب كان دايما يقول أنا مشغول طول الوقت ومش قادر أركز على مستقبلي. لما بدأ يلاحظ نفسه اكتشف إنه أول ما يرجع البيت من الشغل يقعد قدام التلفزيون 4 ساعات.
كان حاسس إن التلفزيون بيريحه، لكن لما بص بعمق لقى إنه بيصحى تاني يوم تعبان ومفيش طاقة يذاكر أو يطور نفسه. كتب ده في ورقة واكتشف إن التلفزيون مش وسيلة راحة، ده كان وسيلة هروب بتسحب طاقته. ومن هنا قدر يغيرها بعادة صغيرة، إنه يمشي نص ساعة بس بعد الشغل. النتيجة؟ بدأ يحس بطاقة مختلفة، وبعد فترة رجع يذاكر ويشتغل على مشروعه اللي كان مأجله. التمرين العملي ليك: خد ورقة وارسم خطين. في العمود الأول اكتب إيه العادة اللي بعملها يوميا. في العمود التاني بترجع لي طاقة ولا بتسحب مني طاقة. بعد أسبوع هتتفاجئ إن في عادات كتير جدا كنت فاكرها عادية، وهي في الحقيقة بتمص طاقتك من غير ما تحس. الخلاصة: أي تصرف بيخليك بعده مجهد، مشتت، أو عندك إحساس بالذنب غالباً عادة سلبية. وأي تصرف بيخليك بعده متحمس ورايق وعايز تكمل غالباً عادة إيجابية. اسأل نفسك دلوقتي: إيه أكتر حاجة بتعملها يومياً وبعدها بتحس إنك مش قادر تكمل؟ دي غالباً واحدة من العادات اللي محتاجة تكشفها. العادات السلبية زي السلاسل بتربطك من غير ما تحس، لكن أول ما تكتشفها بتقدر تكسرها. خد أول خطوة دلوقتي. افتكر موقف حصل النهاردة، إيه أول رد فعل عملته؟ اكتبه في ورقة، وهتتفاجئ قد إيه الخطوة الصغيرة دي ممكن تغير حياتك كلها. ولو عايز تعرف خطوات التخلص من العادات دي واحدة واحدة، سايب لك فيديو كامل تحت. متنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك الحلقات الجاية.